وألف يا ميلة بختك يا جمالات، يا حظك المهبب يا ممنص. خبت الناس السبت والحد، وانا خبتي ما وردت على حد. صحيح خلق ناس وتحفهم وكبب ناس وحدفهم. اول مرة اشوف مؤلف مسلسلات مباحث امن المشاهدين ياخدوا اللي قبضوا. بطلي الواح يا ولية ارجوكي، خلينا في المصيبة الجديدة اللي حطت علينا دي. فاتورة الكهرباء من النهاردة زادت 100%. طب نعيش ازاي يعني تلاجة بابين و3 شبابيك وجهازين تكييف وجهاز فيديو غسالة مواعين والواحد يدفع نص ميته كهرباء بقى. السلام عليكم. رايح فين يا جبلي؟ رايح البنك الدولي، اخليهم يجدولوا ديوني لوزارة الكهرباء. خلي بالك من العيال يا ام منص. سلام. يجدولوا ايه بقول لك ايه، خد العيال واديهولهم رهن. يا عبدو بيه احنا الكهرباء لسه داخله عندنا امبارح بس. ازاي الفاتوره تجيلي النهارده 300 جنيه؟ معقوله كده؟ يا سيدي انا عارف، وهحل لك الاشكال بتاعك من غير ما تتحمق علينا. هنحسب لك الفاتوره حسب متوسط الاستهلاك الشهري في ال10 سنين اللي فاتوا. 10 سنين؟ 10 سنين ايه؟ بقول لك الكهرباء لسه داخله عندنا امبارح والفاتوره جايه لي 300 جنيه. وانا اتعرفني انا؟ مش يمكن مشغل الراديو الترانزستور بتاعك امبارح طول الليل؟ انا قصدت ان التسجيلات تبقى هنا في مكتبي بعيد عن دوشه المدام في البيت. ودلوقتي انا بقترح انشاء وزاره جديده نسميها وزاره ضغط برامج التلفزيون. عبقري. وطبعا حضرتك تقصد ان الهدف الرئيسي من انشاء هذه الوزارة الجديدة هو ترشيد استهلاك الكهرباء. وخلي بالك ان انا قدرت افهم المعنى ده لوحدي من غير ما حد يقول لي حاجة. وخلي بالك كمان ان في مذيعات كتير تانيين مش عايزه اقول لك على اساميهم وهم عارفين نفسهم كويس قوي ما بياخدوش بالهم من المعنى العميق الموجود في معدة الضيف، الموجود في بطن الضيف. ف هل ترى ممكن حضرتك مشتاق بيه توضح للسادة المشاهدين ايه هي خطة هذه الوزارة الجديدة؟ اولا تقديم مشروع جديد بكتابة اسماء السادة المشاهدين في التترات بعد مشاهدتهم لاي مسلسل او تمثيلية. ثانيا الاستمرار في عرض الافلام القديمة المتكررة وذلك لفعل مرارة المشاهدين ودفعهم لاغلاق الاجهزة. ثالثا اعادة مدة الحلقات الى حجمها الطبيعي من غير مط، يعني الحلقة تبقى 3-4 دقايق بس. رابعا منع اي مذيعة تخينة او ملظلظة من الظهور على شاشة التلفزيون، ذلك لان تخنها بياخد كهرباء كتير. خامسا انا مش مسجل. سوسو ملهوف مستني تليفون 560 3500 بجوار هريد الفكهاني. باي. خليك معايا يا زيزو، معاك. الواد خليل بواب عامل لي حته مقاله النهارده، مقاله كبيره. مقاله امال ايه؟ اخواني وحبايبي يا حته مني، علي النعمه حته مني،
دايما اعيط في الحته اللي زي دي. ما حابش الاقي في الحاجات دي. انا بفضل اياتيكم البيضاء داخل تحت القبه باذن الله، وتو ما حطيت رجلي في المجلس وقعدت واترستقت واتستت وحطيت كولونيا من اللي جايبها في المطاف، خيوبا عليا لحل لكم اشكال فاتوره الكهرباء المولعه اللي لسعه في ابلتين نفخكم تسقيفه. الله يخليكي الله يخليكي. هبني لكم حطة توليد كهرباء اخر منجهه واخر خصخصه، وحدي كل واحد منكم من عندي 5 واط 5 واط حلواني كده، وربنا يعوض عليا، وبريزه وكبس وفيشه، بس بشرط يكون معاه حاجه ياخد فيها. ده غير ان العيال العفاريت المهندسين اللي عندي في مصانع كهرباء وكمبوره فولت هيخترعوا حاجه. دي بقى الحاجه اللي انا جاي اطمنكم عليها. هيخترعوا لكم حاجه انا اللي عاملها وانا اللي قايل عليها ان شاء الله. هيخترعوا لكم جهاز لسرقه الكهرباء، سقفوا حراميه. هنبيع هذه الجهاز بسعر التكلفة. تركبه عدادك اهو، عداد موجود، ركبه في العداد يسحب 150 واط في الساعة، 75 واط منهم ببلاش، وال75 التانيين يتخزنوا في مخازن كامبوركو وبيعهم بمعرفتي للحكومة. حركة يعني نص انا ونص انتم، واللي يحب كمبورة بيه يقول هي. يا اكسلانس، الناس ولاد الايه دولت دايما يشتكوا من ارتفاع اسعار فاتوره الكهرباء، مع انهم هم السبب مش الحكومه. لا هم السبب ايه يا عزيز؟ لا ما تظلمهمش. ده انا اللي حالتي متاثره فكرت اشتري استيريو كامل بالليزر وريموت كنترول وانت رجعت. يا اكسلانس، دول هم اللي سايبين الدش شغال ليل ونهار عمال على بطال، مع ان الحل في منتهى البساطه. في مجلات اسبوعيه ب15 جنيه بالكتير فيها برامج التلفزيون العالميه، يعني ب60 جنيه في الشهر تقدر تختار البرامج اللي انت عايزها، تقوم تتفرج على الدش في الساعات اللي انت اخترت فيها الافلام والمسلسلات. ادي الكلام. والله عندك حق يا عزيز. طب في كمان حل تاني. ايه؟ الواحد منهم يحط ربع او نص مليون جنيه كوديعه في البنك، ومن ارباحهم يبقى يدفع فاتورة الكهرباء. كلام معقول يا اكسلانس. ليه يا ربي بس دايما الحل يبقى في ايدينا وما نفكرش فيه؟ دي فاتورة كهرباء ارتفعت قيمتها من 5 جنيه إلى 85 جنيه. إيه السبب؟ عندنا مثلا شخصين دول مولعين لمبة واحدة جوه الأوضة 100 واط، دوك هم 8 أشخاص مولعين نفس لمبة واحدة 100 واط جوه الأوضة بتاعتهم. بنلاقي إن استهلاك الكهرباء عند دول غير استهلاك الكهرباء عند دوك هم. قولي لي إيه السبب يا حلوة؟ ليه يا حياتي؟ اقول لك انا ليه يا عسل. لان طبعا 8 اشخاص جوه الاوضه اللمبه بتبقى مجهده اكتر، بيحصل عليها اجهاد، بيحصل عليها استهلاك اكتر للكهرباء. لذلك يجب على رب كل اسره يعلق لافته بره كل اوضه. اللافته دي تكون واضحه
وعلشان تكون واضحة والكتابة اللي عليها تكون واضحة لازم تبقى متنورة ب4 نمط من كل ركن من أركانها. مكتوب على اللفتة دي إيه؟ ممنوع دخول الأوضة لأكثر من شخصين طالما إن الأوضة منورة. وإن شاء الله الحكومة بصدد إنتاج هذه اللافتات وهتوزع على الجمهور بسعر رمزي جدا 200 جنيه للافتة الواحدة، وهتضاف على فاتورة الكهرباء عشان محدش يحس بيها، وبالطريقة كل ده يستريح. أمال دولة مدوكها مدوكهم، ولا أنت رأيك إيه يا حلوة؟ بيقول لك ترشيد الكهرباء. يا أخي المسؤولين بتوعنا دول بيتكلموا في حاجات اتحلت من زمان. أنا شخصيا لغيت المية والكهرباء من البيت من 10/3/1960. أنا رأيي إن المثل الأعلى لترشيد الكهرباء في التاريخ هو الله يرحمه ويحسن إليه الإمبراطور نيرون اللي وفر الكهرباء ونور روما بحريقة. الحقوا كنتوا جرجانين. نعم الله، نعم الله.